السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم النهاردة فيديو جديد، وصفة جديدة، وهنعمل مع بعض الطاجن بطاطس محشية باللحمة المفرومة زي ما انتوا شايفين كده. دايب وحلو قوي، طعمه تحفة خلاص. وكمان هعمل معاه كوسة برضو محشية باللحمة المفرومة في نفس الطاجن زي ما انتوا شايفين، بيبقى حكاية جدا. وكمان مش هننسى الخلطة اللي في الاخر كده، بيبقى ليها طعم تاني خالص، بتوديكي في حتة تانية خالص. طبعا تقدري تقدميه مع رز ابيض او رز بالشعرية زي ما بتحبي. خلاص، تأكدي ان الوصفة دي هتبقى تحفة ودايبة دوب كده، طعمها حلو قوي وهيعجبك قوي قوي. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي مع بعض. واول حاجة هنبتدي نجهز اللحمة بتاعتنا، هننزل بشوية زيت كده، وبعد كده لما يبتدي الزيت بتاعنا يسخن شوية هننزل باللحمة زي ما انتوا شايفين، وهنفضل نقعد نقلب فيها لغاية لما تاخد معانا لون. واول ما اللحمه ما اخدت معانا لون كده زي ما انتوا شايفين، هننزل بالبهارات بتاعتنا. نزلت بمعلقه صغيره من الملح، وكمان معلقه صغيره من الفلفل الاسمر، وكمان هنزل بمعلقه صغيره من السبع بهارات. تمام. وطبعا البهارات على حسب الذوق، تقدري تقللي او تكتري براحتك خالص. هنقلب كويس جدا البهارات بتاعتنا مع اللحمه. خلاص، وبعد كده هننزل ببصلايه كبيره متقطعه قطع صغير جدا زي ما انتوا شايفين كده. لو بتحبي ان انت تكتري البصل اكتر تقدري تزودي البصل زي ما انت عايزه. خلاص. وهنقلبه بشكل كويس زي ما انتوا شايفين، وكمان هننزل بقطع صغيره برضو من الفلفل الاخضر، حامي او بارد على حسب ما بتفضلي او بتحبي. هنقلبه برضو بشكل كويس لغايه لما الخضار بتاعنا يدبل معانا شويه. وبكده تكون اللحمه خلصت معانا زي ما انتوا شايفين كده، الخضار دبل معانا شويه، وبكده تكون جاهزه. وبعد كده هنعمل الصلصة بتاعتنا. حلة على النار فيها شوية زيت، ونزلت ببصلاية كبيرة مبشورة زي ما انتوا شايفين كده. واول ما البصل يدبل معانا شوية صغيرين كده، انا مش عايزاه ياخد لون خالص، انا عايزاه يدبل بس، هنزل بفصين توم مهروسين زي ما انتوا شايفين، وهقلب برضو بشكل كويس. وبعد ما البصل والثوم دبل معانا بشكل كويس، هنزل بعصير طماطم. خلاص، تقدري تستخدمي عصير طماطم متصفي، او تقدري تستخدمي صلصة، مفيش مشكلة، صلصة معلبة مفيش مشكلة خالص. تمام كده. وبعد كده هنزل بقى بالتوابل بتاعتي، هنزل بمعلقة صغيرة من الملح، نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر، نص معلقة صغيرة من الكمون، وهدوبهم بشكل كويس، وهسيب الصلصة بتاعتي لغاية لما تتسبك. وده شكل الصلصة بتاعتنا بعد ما اتسبكت، بتكون بالشكل ده بالظبط. وبعد ما قورنا البطاطس بتاعتنا، هننزل بيها في طاسة على النار كده زي ما انتوا شايفين، في زيت سخن جدا، تاخد لون بس مش اكتر. انا عايزاها بس تاخد لون من بره بس كده، وبعد كده هتكمل السوا في الطاجن بتاعنا. بعد كده هبتدي ان انا ارص الطاجن بتاعي. اول حاجه ببتدي بيها ان انا ببتدي ان انا ارص التقوير بتاع البطاطس والكوسه. خلاص، يعني انا قورت البطاطس والكوسه، وبعد كده خدت التقوير ده وغسلته كويس جدا وصفيته، وهحطه في الارضيه بتاعه الطاجن زي ما انتوا شايفين. بعد كده انا ببتدي ان انا احشي كل كميه البطاطس اللي عندي والكوسه طبعا، بس ببتدي الاول بالبطاطس زي ما انتوا شايفين. انا بحب يعني احشيها كويس جدا. خلاص. طبعا المفروض ان احنا نستنى لما البطاطس تهدى خالص وتبرد، وكمان اللحمه المفرومه تبرد علشان تقدري تمسكيها بايدك وتحشيها، متبقاش سخنه على ايدك. تمام كده. خلاص. هنبتدي ان احنا نحشي كل الكميه اللي عندنا ونرصها في الطاجن، ولازم نكون رصينها في الطاجن وهي واقفه كده، ما تكونش مايله خالص البطاطس بالذات، علشان الحشو بتاعها ما يطلعش بره. وهننزل بالصلصة بتاعتنا وهي سخنة جدا زي ما انتوا شايفين، وبعد كده هنغطي الطاجن بتاعنا بورق فويل، وندخله الفرن على الشبكة لمدة ساعة. وبرضو تقدري تختبريها لو محتاجة وقت أطول.
وده شكل الطاجن الجميل بتاعنا بعد ما طلع من الفرن زي ما انتوا شايفين كده. اول ما بنختبره كده بالمعلقة او بالشوكة وبنلاقي البطاطس بتاعتنا دايبة والكوسة بتاعتنا دايبة، خلاص كده بنطفي الفرن وبنبتدي ان احنا نشغل الشواية ياخد لون بس على الوش مش اكتر. زي ما انتوا شايفين الطبق يشهي جدا، حلو جدا جدا بجد، جربوها هيعجبكم قوي. وخصوصا الخلطة اللي تحت دي، انا باكد تاني على الخلطة، بتبقى تحفة قوي قوي، بتبقى فظيعة. خلاص. وبس كده، فيديو النهاردة خلص، ووصفتنا النهاردة كمان خلصت. ويا رب الوصفة تعجبكم وفيديو النهاردة يعجبكم وتجربوه وتقولوا لي رأيكم، واشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.